مورتال كومبات هو الجزء الاول في ريبوت عالم الافلام المقتبسه عن لعبه مورتال كومبات، والفيلم ده انا بحبه جدا على المستوى الشخصي بصراحه. كوريوجراف المعارك كانت رائعه وكانت متنفذه كويس، بعض الفيجوال والفيزيكال افكتس فعلا كانت رائعه، الى جانب ان عجبني جدا ان الشخصيات اللي موجوده في الفيلم ما بداتش بهيئتها الرئيسيه اللي احنا نعرفها من البدايه، لا ده اتطورت خلال القصه، الى جانب ان صناع الفيلم ما خافوش وامبريس العنف المفرط اللي اللعبه معروفه بيه. لكن وعلى الرغم من كل ده وبشهاده الجميع الفيلم فعلا فيلم فاشل، ودي حقيقه انا عارفها وفاهمها ومعترف بيها تمام، لان الفيلم ببساطه شديده وقع ضحيه لعنه الافلام المقتبسه عن فيديو جيم. ليه بقول كده؟ تعالوا لما اقول لكم. اهلا بيكم، معكم محمود اسامه من ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم مورتال كومبات هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط، واجاوبكم على سؤال هو ليه فشل. ان الفيلم يبقى ضحيه لعنه الافلام المقتبسه عن فيديو جيمز معناها ان انت كفان للجيمز وانت بتتفرج على الفيلم هتستمتع بيه جدا، لكن لو انت اونلي موفي جوور فهيبقى واضح جدا بالنسبه لك وانت بتتفرج على الفيلم ان ده فيلم مقتبس عن لعبه. اتخلى عن حاجات زي الايموشنال لوجيك علشان يفرض ستايل اللعبه، ضحى بجوده القصه والشخصيات علشان يكرر خطوط القصه الاساسيه اللي موجوده في اللعبه اللي هي اساسا 2 دايمنشن، وبشكل عام الفيلم كان عبد للفيديو جيم وبيخدمه مهما كان ده هيضره هو كفيلم مستقل. وعلشان اكون واضح الفيديو ده انا مش عامله عشان اكره اي حد في اللعبه لان انا بعشقها، لا انا هنا النهارده عشان اعرفكم ايه هي عناصر لعنه الافلام المقتبسه عن فيديو جيم وازاي نقدر نتجنبها، لان ببساطه شديده لو احنا عايزين الافلام المقتبسه عن فيديو جيم تبقى مين ستريم جانرا زي افلام الكوميك بوكس كده، فلازم تبقى ابيل لكل انواع المشاهدين سواء اللي يعرفوا الالعاب او لا، ودي حاجه فيلم مورتال كومبات ومع الاسف ما نجحش فيها. فتعالوا نغوص اكتر في عالم فيلم مورتال كومبات والمشاكل اللي فيه بسبب لعنه الافلام المقتبسه عن فيديو جيم، ازاي المشاكل دي ظهرت وازاي نقدر نتجنبها. تعالوا لما اقول لكم بعض النصايح اللي لازم تستخدمها لو عايز المشاهدين يتفرجوا على فيلمك المقتبس عن فيديو جيم كفيلم. المشكله الاولى هو ان الفيلم كان بيخلق باستمرار الهدف الاساسي من اللعبه بغض النظر عن ان كان ده مش منطقي او مقحم او ملوش وزن عاطفي، والهدف الاساسي ده طبعا زي ما كلكم عارفين هو القتال بين الشخصيات. تعالوا نوريكم. على سبيل المثال في اول الفيلم البطل بتاعنا مقاتل الام ام اي كان بيتعشى بره مع عيلته علشان الشرير الرئيسي بتاعنا سب زيرو يظهر، بيهاجم كول وده بيجبر جاكس ان هو يظهر علشان ينقذهم ويوضح لهم هو ايه اللي بيحصل. For what? To fight. As long as you got that mark and they're coming for you. So like it or not, Cole, you're the guy. بعدها ولسبب ما بيدخلوا في زقاق ضيق بدل ما يهرب ويقرر يفضل ويواجه سب زيرو لوحده وكول يهرب بعيلته، وده طبعا بياخدنا Good, but wait. والمشكله اللي ظهرت هنا هو انه على الرغم ان القتال جميل جدا ولكنه في سياق الفيلم هو مش منطقي، لان مفيش اي سبب يخلي القتال ده لازم يحصل. لو الدراجون مارك قيمه جدا وجاكس معاه نفس العلامه فليه عرض نفسه للخطر بدون داعي؟ ليه ما يهربش؟ ما كانش في اي حاجه تدل على ان سب زيرو يقدر يواكب حركه العربيه، مفيش حاجه تجبر جاكس على انه يقف ويدخل في القتال ده. وبالعقل كده سوبر ناتشورال وورير بيقدر يتحكم في عناصر الطبيعه وانت معاك بندقيه، هتعمل ايه؟ I knew this would happen. بطبيعة الحال لما تشوف جاكس بيخسر في النهاية هتقول اللي حصل ده ما كانش ليه لازمه. ومثال تاني على كده الديزرت سين اللي كان بعد كده، اللي حصل ان كول بيروح مع صديقة جاكس سونيا وكينو اللي هو كمان معاه الدراجون مارك وعمال بيتباهى بيها قدام سونيا، والنتيجة والمشكله اللي ظهرت هنا ان مفيش اي سبب عاطفي ورا القتال ده، يعني كينو ما عادش يكرر كتير ان معاها المارك وهي مش معاها علشان هي تنفجر في وشه، الى جانب انها مش غضبانه بشكل كافي علشان القتال يبان حقيقي، بل ان هي حتى ما مسكتش نفسها عن انها تحارب، لا هما الاتنين اتفقوا يلا نضرب في بعض واللي مفيش ليه اي هدف وبحس ان هو ملوش اي 30 لازمه. So what was the point of that? والحق القتال نفسه ما كانش طويل قوي، ولكن المشكله
ان هو كان خلاص الضرر اتعمل للي هيجي بعد كده، لاننا شفنا سونيا بتغلب كينو مره بسهوله جدا، فبالتالي لما غلبته في النهايه القتال ما كانش فيه تحدي كبير، حتى وعلى الرغم ان معاه ليزر اي، فبما انها قدرت تغلبه مره فتقدر تغلبه تاني وبسهوله. I know, I've seen you kick his ass before, but he's got a laser now. Oh, I got an idea. Unfortunately, I'm not shocked. ودايما في حاجه شبه كده، بنحارب رابتايل اللي ظهر فجاه بدون اي بناء او اي عواقب في القصه. عندنا اللونج سيكشن عباره عن تدريب ومالوش اي وزن من اي نوع. احنا عندنا قتال كبير في نهايه السكند اكت بنقدم فيه اشرار جدد علشان نقتلهم في المشهد اللي بعده. ما بنحاربش فيه ساب زيرو، ما بنحاربش اي حد ليه بناء حقيقي او ارتباط عاطفي في الفيلم، احنا بس بنحارب اعداء كتير مختلفين من اللعبه وخلاص. The great hunter, Natara. Prince Goro! Pointless existence. بعض القتالات كانت افضل من الباقي، لكن الغالبيه كانت هي ان الشخصيات مفيش ما بينهم عداء كافي يخليهم يقتلوا بعض، فكانوا يا اما بيسيبوا بعض عايشين يا اما بيمشوا. ولو عايزين تعرفوا ايه الصح وايه هو الفرق تعالوا نبص على مقدمه الفيلم. سكوربيون بيلاقي عيلته مقتوله على ايد ساب زيرو وبيروح في طريق طويل وهو غضبان علشان يواجهه واحد لواحد. القتال ده منطقي، ليه سبب قوي عاطفيا، تحس ان ليه معنى، تحس انه فعال كفيلم على الرغم من ان ملوش بدايه. It's actually pretty good. هو ده اللي المفروض دايما تعمله، مهما كان ايه هو الهدف الاساسي من اللعبه لازم تبني الهدف ده واحده واحده داخل الفيلم. لكن مع الاسف عقليه الفيلم هو ان اللعبه عن القتال، فهو ده اللي هنعمله مهما كان السبب. المشكلة التانية هو ان الفيلم كان عايز يقدم اكبر عدد ممكن من خطوط القصة اللي موجودة في اللعبة، والنتيجة انها جت على حساب القصة والشخصيات. تعالوا نوريكم القصة. هي ان محاربين الاوتر وورلد عايزين يقتلوا محاربين ايرث ريلم قبل بداية التورنمنت علشان ينجحوا في غزو الارض، واحنا عرفنا ده عن طريق ان الفيلم قال لنا ده باكتر من طريقة، سواء بالكتابة في اول الفيلم او الكلام. Winning Mortal Kombat cannot be left to chance. There will be no tournament. There'll be no opposition left to fight. وعقلية الجيم لور دي هي المشكلة. تعالوا نبص على البطل بتاعنا كول على سبيل المثال، لاعب الام ام اي اللي غالبا بيخسر، لحد ما في يوم المورتال كومبات لور دي بتبعته في مغامرة. جاكس بينقذه من ساب زيرو وبيتقال له كل حاجة عن الدراجون مارك وانه لازم يروح لسونيا بليد. You've been chosen. Chosen? For what? To fight. بيروح يقابل سونيا وكينو وبيتقال له شوية حاجات عن المورتال كومبات تورنمنت وانهم لازم يروحوا المكان علشان يتدربوا. I think there's another tournament coming. That's why you're here. بيروح معاهم لمكان التدريب وبيتهيأ له انتوا عارفين. We must start training now, before our mortal enemies from the outworld come for us. One more victory, and Outworld will gain control over Earth forever. To unlock that power, without it, defeating Outworld will be impossible. And talk. الفيلم بالكامل سواء بالنسبه لنا احنا او بالنسبه لكول هو عباره عن اننا بنروح لمكان جديد، نقابل حد يدينا اكسبوزيشن عن اللور ويبعتنا لمكان تاني، فنقابل شخصيه تانيه تدينا اكسبوزيشن اكتر عن اللور وتبعتنا لمكان تالت وهكذا. والمشكله اللي ده خلقها هو انه حول شخصيه كول لتمثال فاضي، الفيلم هو اللي بيحركها ويملاها معلومات عن الجيم لور، ما بيعملش اي حاجه، مالوش اي شخصيه، هو مجرد شخص غبي بيصدق كل كلمه بتتقاله لان الفيلم مستعجل علشان يوصل للي بعد كده. بيسيب عيلته لان في شخص غريب قابله في الشارع قال له يعمل كده. You heard what Jack said. That thing is hunting people with a marking. هيحارب في تورنمنت ما يعرفش عنها حاجه ولا شافها قبل كده لان في حد تاني قال له يعمل كده. You must fight without question. بيشوف حاجات من منظور اي شخص مش طبيعيه تماما ومع ذلك بيتعامل عادي كانه بيشوف القدرات الخارقه كل يوم. Are you sure? We can take him out together. You serious?
ونفس الشيء فيما يخص القصه، لان بما ان الفيلم ما بيجبرش كول على ان هو يعاني علشان ياخد اي معلومات وبيديها له كده بالساهل علشان عايز يخلص منها بسرعه وبيروح للي بعده، فكل حاجه بقى ملهاش اي معنى. ان ساب زيرو يهاجم ما بيبنيش حاجه مهمه لان في حد هينقذه وهيشرح كل حاجه، بل ان لما يبقى في معاك اله بعد ال 40 مينت مارك الكلام ما عادش ليه اي لازمه. حتى لما كول بيكتشف الحقيقه فيما يخص عيلته وعلاقته بساب زيرو، فده ما بيحصلش خلال مشهد عاطفي او قوي لاسباب قويه. You're a descendant of one of the greatest ninjas to ever walk the earth, Hanzo Hasashi. ونفس الهوس فيما يخص اللور ده بيأثر على كل حاجه وكل الناس. لما كول بيروح لبيت سونيا لوحده في الاول هي بتبقى قلقانه على جاك، لكن فجأة بعد كده نسيت الموضوع لأنها محتاجة تروح تدور على المورتال كومبات تمبل اللي جاكس هناك كده أساسا. دافع جانب الشر مبني بالكامل على النبوءة إن أبطال الأرض هيتحدوا، نبوءة من المفترض إننا ناخدها على محمل الجد لأن الفيلم قال لنا ده. The prophecy is upon us, which means we could lose the 10th tournament. وده يخلينا نتساءل هو ليه الاشرار ما بيستنوش البطوله؟ المورتال كومبات تورنمنت هي الهدف اللي طول الفيلم بالكامل بنتدرب وبنجهز ليه، ومع ذلك لا احنا ولا الابطال شفناها ولا هنشوفها طول الفيلم ده، وده السبب اللي بيخلي جزء التدريب ده ممل. اللي عايز اوصل له ان اللور ما ينفعش يبقى هو اللي بيحرك قصتك وشخصياتك، لا ده المفروض يظهر من خلالهم. كول ما كانش المفروض ياخد كل المعلومات دي ببلاش، لا ده كان لازم يحارب ويعاني علشان يوصل لها، لانك لو قدمت كل حاجه عن التورنمنت والنبوءه من البدايه بشكل ملوش اي معنى، ففي سياق الفيلم المشاهدين اللي ما يعرفوش اي حاجه عن المعنى ده من الالعاب هتبقى ببساطه شديده ملهاش معنى. ثالث مشكله هو ان الفيلم كان مركز دايما على ان هو يحط ريفرنسز من اللعبه داخل كل مشهد لدرجه ان هي اضرت بالمشهد ذات نفسه. اول طريقه المشكله دي بتظهر فيها هو في المصداقيه، ودي كانت واضحه جدا في تحول كينو وجاكس. تعالوا نوريكم قصدي. زي ما قلت لما جاكس ظهر بدون اي تفسير مقنع في المعبد، بيفوق وبيلاقي نفسه بدراعات آلية لان ده شكله في الالعاب، بدون اي تفسير مقنع ليه هم كده في الفيلم. لا فجأة الدراعات دي ظهرت لان الكهنة اللي في المعابد بيبقوا عندهم اكتر التقنيات الطبية تطورا، بل ان فوق كده الدراعات فجأة بتتغير لان ده مصدر قوته في لعبة مورتال كومبات. اسئله بسيطه زي الدراعات دي شغاله ازاي، او ايه هو مصدر الطاقه اللي بيشغلها، او كانت هتبقى ايه قوته لو ما كانش فقد دراعاته، ملهاش اي لازمه دلوقتي. هو ده شكله في اللعبه، فدلوقتي بقى هو ده شكله في الفيلم. نفس الشيء بالنسبه لخط ان كينو بيتحول لجانب الشر. هو اتحول للشر في اللعبه، ولكن في الفيلم السبب كان ايه؟ Are you serious right now, bro? كينو بيقلب الجانب التاني علشان الفلوس، وده غريب لاننا كنا قلنا ان الهدف الرئيسي هو اننا نمنع العالم التاني من استعباد البشريه. They will ravage everything. فبالراحه بس كده وتعالى فهمني انت هتعمل ايه بالفلوس في عالم متدمر؟ هتعمل ايه بكازينو لو مفيش اي حد هيدخله لان هم مشغولين بان هم مستعبدين؟ بمعنى اصح الفيلم ضحى بالمصداقيه علشان يقدم كل حاجه زي ما هي في اللعب. تاني طريقه لظهور المشكله كانت في انهيار اللي بنيناه من البدايه. على سبيل المثال عندنا سيكونس التدريب اللي في اول الفيلم، اللي الهدف منه اننا نوضح ان كينو محتاج تدريب، وبما اننا قدمنا في الاول ان كينو عنيف وبيندفع في القتال، فالمفروض ان هو ده اللي يحصل، صح؟ المشهد بالكامل كان عبارة عن ان كينو بيقع بسبب السويب كيك اللي طبعا مميزة في اللعب. المشكلة بقى انها قالت لنا ان كينو محتاج تدريب علشان بطيء وما عندوش فكرة عن القتال، علشان كده بيقع في نفس الحركة، وده عكس اللي اتقدم قبل كده. ثالث طريقة المشكلة دي ظهرت فيها هو في نقص بعض العناصر الأساسية زي الستيكس والإرجنسي والتنشن وهكذا. يعني مثلا التريننج سيكشن مفيش فيه أي ضغط أو إثارة لأننا مش عارفين التورنمنت هتبدأ إمتى. لكن أفضل مثال هو الفايت مونتاج اللي في الثيرد أكت. أبطالنا خسروا من القتال قصاد الأشرار ودلوقتي فكروا في إنهم يحاربوهم واحد لواحد، واللي بياخدنا
المونتاج ده بالكامل موجود علشان يورينا الابطال بيستخدموا نفس حركات القتال من اللعبة وبس كده. مفيش اي بناء او ترقب او مخاطر او اثاره او قوه او اي حاجه من المفروض تبقى موجوده في سيرد اكت في فيلم. يعني احنا لو عايزين نقتلهم وخلاص كان ممكن ريدن ينقلهم واحد واحد ويموتوه كمجموعه، مفيش اي سبب علشان كل واحد يحارب لوحده في نفس الوقت. لكن لا، احنا عايزين. لكن اكتر حاجه مضايقاني ان المشكله دي بوظت اقوى مشاهد الفيلم. في النهايه ساب زيرو بيقدر يستدرك كول لوحده، وده بياخدنا لقتال قوي ومثير فعليا. مش بس الكول، لا ده لعيلته كمان. وهنا المفترض كول يتطور كشخصيه، ولكن Get over here. ولما تخيلنا ان الفينال هتبقى مهمة كول، جده الميت بيظهر علشان يساعده زي ما حصل قبل كده طول الفيلم. وده حول المعركة المثيرة دي لحاجة عادية، لاننا فجأة اكتشفنا ان في العالم ده حاجات اساسية زي الموت ملهاش لازمة. Death is only another portal. You have killed my warriors, and you think you have won. Isn't that what we're supposed to believe? المشكلة مش ايه اللي حصل على قد ما هي مشكلة هو حصل ازاي. لو عايز ساب زيرو يواجه سكوربيون فانا بالتأكيد مش هعترض، ولكن كان لازم تلاقي لها مخرج تاني. ما بقولش ان النهاية دي كانت وحشة لان انا حبيتها جدا، لكن كل اللي بقوله انك لو عايز تعمل ريفرنس ريليتد للسورس ماتيريال لازم تفهم ان معظم المشاهدين مش هيهتموا. ممكن تقول جيت اوفر هير او فينيش هيم زي ما انت عايز، بس لازم تفهم ان معظم المشاهدين مش هيهتموا. من الاخر كده لو عايز تعمل فيلم مقتبس عن لعبة فلازم تسأل نفسك، انا بعمل فيلم يبقى مفهوم كفيلم مستقل ولا بعمل فيلم محتاج اللعبة علشان يتفهم؟ وهو ده فيلم مورتال كومبات ولعنة الافلام المقتبسة عن فيديو جيم. كل اللي هقوله هو ان الجزء الثاني من الفيلم كان مختلف. هل كان مختلف للاحسن او للاوحش؟ دي حاجة ممكن افكر اعملها في فيديو مستقل. فلو عايزين نعمل كده اكتبوا لي تحت في الكومنتس. لو بتتفرج على فيديو على اليوتيوب ما تنساش تعملوا لايك، ولو عجبك وعايز تشوف زيه وفي منه كتير قوي على القناة وفي حاجات تانية محتوى تاني ممكن تبقى تتفرج عليها برضه، وانت نجم المره اعمل سبسكرايب. اما بقى لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده فما تنساش تاخد بالك من الاخطاء دي علشان فيلمك ما يقعش في لعنه الافلام المقتبسه عن فيديو جيم.